بيبدأ الفيلم بالحكومة وهي كابسة على شقة أحلام، وبنسمع ضحكة الست الطيبة دي وهي قافشة عمه من قفاه وداخلة تاكل عيش. وعلى منهج الأخت رضوى الشربيني بنسمع النصيحة دي من أحلام. رجعتي فرفشي انتي وهي اتطلقتي هجوزك. فبتكبس الحكومة بقى وبنلاقي الراجل الطيب ده خد هوك لبسه في الحيط. من ضمن الحاجات الحلوة اللي في الفيلم البلوت تويست، في كذا لقطة بلوت تويست حصلت، يعني مثلا احنا بنكتشف ان الحكومة دي تبع أحلام. شادي باسمك؟ دي شقه مفروشه. خدي يا احلام، عدي دول، بس الفلوس لوحدها والكوتشينه لوحدها. تروح بقى أحلام على البنسيون اللي هي ساكنة فيه وتقابل فوفة صاحبة البنسيون. ازيك يا فوفا؟ انتوا كنتوا بايتين فين من ليله امبارح؟ اصل بسلامتهم محسن وشريف بايتين هنا من ليله امبارح، وكل 10 دقايق بيسالوا عليكم. انا هنا هقف وقفه بس مع الاخت فوفا، هو حضرتك سايبه البنسيون عندك مليطه ليه كده؟ استاذ شريف حضرتك بتبص على ايه؟ سرحان في ايه حضرتك؟ تعمل ايه يا استاذ شريف؟ المهم محسن بيجبرهم ان هم يعملوا عمليه جديده، ان في شركه النهارده هتحط مرتبات الموظفين كلها في الخزنه، وده احسن ميعاد ان هي تتسرق فيه. انا جاي اقول لكم العمليه دي هتتم الليله دي وهتنفذوا كل اللي بقول لكم عليه فيها. حلو الكلام. فتتنكر احلام بقى في لبس شخصيه عطيه في فيلم الافوكاتو، تقعد تتنطط كده زي ما كانت بتتنطط في المدرسه، وعشان زياده التنكر تبقى قاعده مستنيه العصابه تحت في العربيه بالسيجاره بس بالاشارب عشان لو ابوها عدى ولا حاجه. بس برغم ان الخزنه بتتسرق فوق، في 5 امن قاعدين تحت، 2 بيشربوا شاي، واحد بيشرب سيجاره، والراجل ابو ازرق ده مش عارف مركز في ايه بصراحه، تلاقيش غير الغلبان ده هو اللي طالع بس يمر ويبص بصه يمكن الخزنه بتتسرق ولا حاجه. تلاقي عمك شريف واقف بيبص بيأمن كده بجوانت المطبخ ده. الدنيا تمام، سلام عليكم. ما احنا قاعدين نايمين بنشرب شاي وسجاير وبنحب في التليفون. حرك يا اخويا. حضرتك بتعمل ايه يا فندم؟ بتعمل ايه يا فندم؟ ده جرس انذار، ممكن تبقى حريقه مثلا. الو، عمليات الردة. ايوه. الو، عمليات الردة. ايوه. ايوه. الو 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 القاهرة. انا القاهرة. القاهرة. ايوه يا سيدي القاهرة. عمليات الردة. طب والله العظيم تستاهل، خليك مرمي في الارض بقى. ومن كتر ما الراجل الطيب ده ملتزم بدوره اتضرب عليه 8000 طلقه تموته وما جوش فيه، بس مات برضه. معلش هنفهم الباشا بس ان هو هيموت من الرصاص مش من البوكس. طب هنا شيف وخميس اتضرب عليهم طلقتين نار راحوا جاريين. مين دول بقى؟ الحمد لله ربنا بيقدرهم وبيهربوا هما التلاتة، وبنلاقي صوت تخميسة فراري كده مش ما تفهمش جاي منين. يقعدوا بقى هما الأربعة يقسموا فلوس العملية ويحتفلوا بطريقتهم على أغنية الأساتوكي ده. اللي صح النايم ده. بنتنقل للصحفي شكري اللي هو كان حبيب أحلام القديم بعد ما خلص المقال بتاع القضية، ويبتدي يبلغ الراجل العناوين. اكتب العناوين. عصابة مسلحة تصل على 300,000 جنيه من خزينة إحدى المؤسسات التجارية الكبرى. الجناة يقتلون 3 من حراس الأمن بالشركة ويصيبوا 4 منهم رجل شرطة. الشرطي المصاب يدلي بأوصاف المرأة التي ساعدت اللصوص على الهرب. 15,000 جنيه تباشير ابيض في السنه. 15,000 جنيه تباشير ابيض في السنه. ايه ده السنة جريت بسرعة. يا سيدي الابيض درجات. وبرغم ان الفيلم مقتبس من I Want to Live والممثلة سوزان هيوارد واخد عليه جائزة الأوسكار، بس وانت بتتفرج على فيلم آلة للسقوط هتعرف ان المخرج مدحت السباعي، وعشان هو مؤلف الفيلم مختارش يسرى عشان ممثلة حلوة وخلاص، لا هو عارف ان الشخصية اللي كاتبها دي فيها تحولات كتير، زي ما كاتب مشاهد عايز واحدة حلوة، هو كاتب مشاهد عايز ممثلة. لو النبي ما تاخديه من حضني. عشان كده لما تيجي تتفرج على الفيلمين هتلاقي في مشهد الإعدام يسرى كانت أعلى بكتير. شادي احلى. شادي احلى. شادي احلى.